نشرة لأهم الأخبار أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تطالب برد دولي على القصف التركي للأكراد، واعتبر جميع الاتهامات الموجهة لموسكو بخصوص خرقها اتفاق الهدنة في سوريا استفزازية وعار عن الصحة. أفادت مراسلة بريس 23 أن العاصمة دمشق تعيش حياة طبيعية دون خروقات تذكر للهدنة. وكما أضافت مراسلتنا أن الهدوء يسود نقاط التماس عند أطراف العاصمة وريفها. وكما أشارت مراسلتنا أن الأسواق تشهد ازدحاما شديدا رغم ارتفاع الأسعار المتزايد يوما بعد يوم. اتهم ناشطون من محافظة دير الزور شرق سوريا فيلق الشام التابع لقوات المعارضة السورية بتلفيق التهم بحق مدنيي دير الزور على أنهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، حيث بث الفيلق مقطعا مصورا قال أنه انشقاق لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. حصل انفجار في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعبوة ناسفة مما أدى إلى جرح 5 مواطنين، حيث وقع الانفجار قرب حديقة الكندي في شارع القوتلي. وقامت قوات الأسايش بمحاصرة محيط المنطقة عقب الانفجار. ومن جهتها أشارت الإدارة الذاتية أصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وجهت الأمم المتحدة دعوة لوفد الحكومة السورية للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها يوم 14 من الشهر الجاري في جنيف. ومن جهته قال رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا لمفاوضات المعارضة أن الهيئة ستذهب للمحادثات التي تسعى الأمم المتحدة لعقدها في جنيف، وترغب البدء بالمفاوضات المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي على الفور، وذلك قبل أن يعلن منسق الهيئة رياض حجاب أن الهيئة لم تعلن بعد قرار المشاركة في المحادثات على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة. بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بروكسل عواقب أزمة اللاجئين، حيث يأتي الاجتماع في إطار الإعداد لقمة أوروبية تركية والتي ستعقد في بروكسل وتستمر ليومين. وستدور القمة حول تطبيق أنقرة لخطة العمل المتفق عليها للحد من تدفق اللاجئين نحو أوروبا.